كتر خيرهم، لعيبه الاهلي عملوا اللي عليهم، لكن ما زال التوفيق بيعاند الاهلي في الدور نصف النهائي او في المربع الذهبي في كاس العالم للانديه، وبيخسر النهارده من فلومينينزي البرازيلي 2-0. ولو اتكلمنا عن المباراه، فحاله الحزن اللي عند جماهير الاهلي سببها الرئيسي هي ان دي كانت اهم واسهل فرصه من وجهه نظر الناس كلها في ان انت تتخطى بقى مرحله المربع الذهبي وتوصل للمباراه النهائيه. لان اولا المنافس كان في الامكان بس مش قوي، لانه كان منافس صعب جدا بالمناسبه، لكن انت كنت مجريه، كنت قادر ان انت تكون معاه ند في اغلب اوقات المباراه، خصوصا كمان في الشوط الاول. والحاجه الثانيه زي ما انتم عارفين ان دي اخر نسخه من ان الكاس العالم للانديه بالشكل الحالي اللي هو السبع انديه، بعد كده طبعا ال 32 نادي والموضوع هيكون صعب جدا و12 نادي اوروبي والى اخره. لكن القصه كلها في مباراه النهارده، انا من وجهه نظري الاهلي ما قصرش، شويه اخطاء ممكن تقول منها اسباب ان انت لسه لاعب ماتش قوي جدا يوم الجمعه اللي فاتت مع اتحاد جده، فالمعدل بتاع اللياقه البدنيه قل، خصوصا الشوط الثاني. انت الشوط الثاني خلاص اللعيبه كانت هي اللي لعيبه النادي الاهلي هي اللي وقعت بدنيا، رغم ان المفروض اللي يحصل العكس، ان اللعيبه المعدل اعمارهم البدني عالي، لعيبه فلومينينزي هم اللي يقعوا بدنيا. لكن فكره ان الخبرات اللي عندهم طبعا والتمرير اللي على الارض اللي هم بيلعبوه واللا مركزيه وفكره ان تلاقي ساعات كتيره مارسيلو بينزل في نص الملعب ومش عارف الجناح بيرجع يبقى ظهير، يعني المربعات اللي هم بيعملوها والتمريرات السهله ولعب التيكي تاكا البرازيلي اللي هم بيعملوه ده، كانوا بيقدروا من خلاله ان هم يحافظوا على معدلاتهم البدنيه ويخلوا الكرة هي اللي تتحرك، وبالتالي بيتعبوا معاهم لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي في الشوط الاول عرفت تتعامل مع المشهد ده بشكل صح، ان هم ما كانوش بيضغطوا ضغط عالي، فكانوا بينزلوا تحت الكرة من عند نص الملعب، بيقابلوا من عند نص الملعب، فكانت لعيبه فلومينينزي البرازيلي مش عارفه تعمل ايه، لدرجه ان هم في اوقات كتيره كانوا بيرجعوا الكرة لحد الجون، لحد فابيو، علشان يسحبوا لعيبه النادي الاهلي، يسحبوا كهربا ويسحبوا بيرسي تاو، فيبداوا يخلقوا مساحات ورا، والاهلي كان بنسبه كبيره ما بيقعش في المصيده دي. ده اللي بيحصل في الشوط الاول عشان كان التركيز اعلى طبعا. لكن الشوط الثاني ابتدى طبعا المعدل البدني يقع، ابتدى كمان الكيرف بتاع الضغط النفسي والعصبي يزيد على لعيبه النادي الاهلي، فابتدوا يفقدوا تركيزهم واحده واحده. وهنا بقى هلوم كولر في الجزئيه اللي للاسف بتتكرر في كل مباراته او في اغلب مباراته، هو التغيير المتاخر. انت مع الدقيقه 60 او 65 كان لازم تتدخل، كان لازم تدخل لعيبه جديده، دم جديد يفوق الفرقه، لعيبه لسه فريش، لسه نازله بالباور بتاعها 100%، تقدر ان هي ترجع اللعيبه تاني حتى اللي هم ابتدوا يقعوا بدنيا. ده غير ان انت شايف ان في لعيبه عندك ابتدت تقع بدنيا، ابتدت قراراتها تبقى غلط، زي كهربا تحديدا اللي كان بيبقى مثلا عنده بيرسي تاو فاضي ناحيه اليمين فيمررها ناحيه حسين الشحات. امام عاشور ساعات كانت التمريرات بتطلع منه غلط في الشوط الثاني، كان في اكتر من ميس باص تحديدا في الشوط الثاني. فانت كالعاده يا كولر تدخلت في وقت متاخر، ونزلت في الدقيقه 75، ونزلت كمان وانت متاخر جول. فانت حتى لما تنزل لعيبه وانت 0-0 غير لما تنزل لعيبتك وانت 1-0، فطبعا الموضوع اكيد بيفرق على الصعيد المعنوي. الجزء الثاني ما اقدرش الوم بيرسي تاو، الراجل كان عامل ماتش هايل الحقيقه، وحتى الكره بتاعه ضربه الجزاء اللي ممكن تكون مشكوك في صحتها او مش لازم انها تتحسب يعني، لكن الحكم كان جاي على الاهلي شويه بالمناسبه يعني، بس ما تقدرش تقول ان الحكم هو السبب الرئيسي في ان احنا خسرنا المباراه يعني. لكن تاو ما تقدرش تلومه، لان تاو كان مغطي على محمد هاني اللي ما كانش موجود في الحته دي، واكرم توفيق، يعني اتنين المفروض هم اللي يكونوا مركزين في الحته دي، لكن فجاه الدنيا فضيت، فالراجل رجع من الجناح وهو اللي غطى، وبخبره طبعا مارسيلو لبسها له ضربه جزاء، يعني كانت ممكن ما تحسبش لكن هو لبسها له، فما اقدرش الوم على تاو. لكن الفكره زي ما بقول لكم انك اتدخلت في وقت متاخر، لعيبتك ابتدت تفقد التركيز وتفقد المعدلات البدنيه او اللياقه البدنيه ابتدت تقل، فابتدى لما تفقد التركيز وهم الناس التانية اللعيبه التانية نازله فريش والحياه بالنسبه لها لطيفه، فابتدوا يركبوا المباراه في الشوط الثاني، ووضح تفوق النادي فلومينينسي في الشوط الثاني. الخطا بقى الاهم اللي نفسي واللي حارق دمي قوي قوي قوي، الخطا اللي بسببه الاهلي خسر المباراه النهارده، والخطا اللي بسببه الاهلي برضه ما وصلش المباراه النهائيه، خطا الاهلي ارتكبه من اول الموسم. ايوه مفيش مهاجم من الاخر. هتقول لي هنتكلم تاني في مهاجم ومودست، ما هو ده اللي وصل الاهلي لده،
النادي الاهلي النهارده عمل 18 محاوله على المرمى، منهم 6 صحيحه، منهم 11 محاوله في البينالتي اريا او في منطقه الجزاء. الاهلي ما عرفش يستغل ولا محاوله من دول. ليه؟ علشان ما فيش مهاجم. الكوره بتاعت كهربا اللي لعبها براسه في الشوط الاول وصدها فابيو، الكوره بتاعت بيرسي تاو اللي بنفس الشكل تقريبا اترفعت عرضيه حطها براسه وصدها برضه فابيو، الكوره بتاعت علي معلول اللي لعبها لطاهر، الكوره بتاعت حسين الشحات في الشوط الاول، الكوره بتاعت هقول لك ايه تاني، الكوره بتاعت عبد المنعم اللي عملها ركنيه في الشوط الاول وكهربا حاول يكمل معاها وما عرفش. لو كان في مهاجم، لو كان في راس حربة صريح بيعرف يخلص، بيعرف يستغل انصاف الفرص في ماتشات زي دي، في بطولات كبيرة زي دي، الاهلي ما كانش ده يبقى حاله. الاهلي كان على الاقل من 18 محاولة عرف يجيب جون. ويا سلام لو كنت انت اللي ابتديت بتسجيل الهدف، لو كنت انت صاحب التقدم في المباراة دي، كانت هتفرق معاك جدا 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 في باقي المباراة. فانت النهاردة وانت وصلت للمرحلة دي، هو الاهلي كان عايز يجيب مهاجم ليه؟ هل الاهلي كان عايز يجيب مهاجم معلش عشان ياخد الدوري؟ طب ما هو بياخده. دوري ابطال افريقيا؟ طب ما هو بياخده باللعيبه اللي كانت موجوده دي. الاهلي كان عايز مهاجم من الاخر، من الاخر، علشان المباريات اللي كانت بتستعصى عليه بتبقى صعبه عليه سواء في الدوري او في افريقيا، وتحديدا بقى في كاس العالم للانديه، علشان ما يفضلش واقف عند مرحله ان هو بينافس على البرونزيه. مانشستر سيتي بكل جبروته السنه اللي فاتت واللي عمله السنه اللي قبل اللي فاتت، بكل جبروته والمستوى الهايل اللي كان ماشي عليه، ما كانش عنده مهاجم صريح وخسر نهائي دوري ابطال اوروبا. ساعتها جوارديولا لقى ان الحل في ان هو يجيب مهاجم، والمهاجم كان مين؟ هالاند. انا ما بقولكش تجيب هالاند، بس الفكره اللي كانت مستعصيه على مانشستر سيتي، او القطعه الناقصه في تشكيله مانشستر سيتي اللي كانت مكسره الدنيا في الموسم قبل اللي فات، وخدوا الدوري برضه بس ما خدوش دوري ابطال اوروبا، هو المهاجم. جه هالاند، ثلاثيه تاريخيه، وكاس العالم للانديه كمان ربما في الطريق يعني، بس جه هالاند خلص لك الموضوع، جاب لك معدل اهداف تاريخي، فبقى عندك كل الفرص او اغلب الفرص اللي بيجي لك الراجل بيترجمها لك لاهداف، لان انت ما عندكش مشاكل في لعيبه تانية. انت كان عندك دي بروينا وعندك فودن وعندك ومحرز وغيره وغيره من اللعيبه اللي ناقصهم اللي يترجم ده. فانت فضلت تعطل وقت طول فتره الانتقالات الصيفيه، وفي الاخر يعني رسيت على موديست، واديكوا شفتوا ايه اللي حصل مع انتوني موديست. فانت غلطتك النهارده انت بتدفع ثمن غلطه من بدايه الموسم، عدم مكسبك النهارده غلطه بتدفعها من بدايه الموسم، ان انت ما عرفتش تجيب المهاجم الصح اللي يشيلك في مباراه زي دي، اللي يخلص لك، لان انت مش هتجيلك فرص كتير قدام فريق قوي زي فلومينينسي، ومع ذلك انت قدرت تعمل ده، قدرت تعمل مرتدات كتير. لكن كان في قرارات غلط من المهاجمين، من كهربا، من الشحات في بعض الاوقات، بيرسي تاو في النهايه هو مش مهاجم صريح، هو في النهايه جناح، فلما كانوا بيجوا قدام البوكس او الصندوق ده، غير طبعا مع قله الخبرات مع الضغط العصبي مع القصص دي كلها، فانا ممكن الخص كل ده في ان كان في مهاجم يترجم لك اللي حصل. فدي غلطه للاسف الشديد الاهلي دفع ثمنها غالي جدا، بان هو ما وصلش للليفل اللي كان عايزه ان هو يصل للمباراه النهائيه في كاس العالم للانديه. لكن اجمالا هارد لك، الاهلي عمل جيم جيد، مش هقدر اقول رائع لكن جيد، خصوصا في الشوط الاول. قله التركيز، تاخير التغييرات كالعاده من مارسيل كولر اثرت على الفريق، مع طبعا الخبرات واللعب البرازيلي. ولازم برضو نبقى واثقين وفاهمين ان الكوره البرازيليه اللي بيقدمها الفريق ده مع المدير الفني المجنون اللي اسمه دينيز ده، لا اكيد مختلفه. يعني الناس دي بتلعب كوره، بتعرف تلعب كوره، بتعرف تباصي على الارض، بتعرف تطلع بالكوره بشكل يعني زي سكينه في الحلاوه كده، عارف، بياخدوا الكوره كده بيلعبوا قدام ال 18 بتاعهم، مهما ضغط يعرف يطلع ويعرف يستخلص الكوره منك. رغم ان انت برضو لما ضغطت اكتر كان في كوره او اتنين عرفت تقطعهم، لكن حتى ما كنتش بتعرف تتصرف لان كان عندك في الشوط الثاني قله تركيز ومس بساط. فهارد لك طبعا للنادي الاهلي. انا زعلان والله، واتصور ان الجمهور زعلان لانه كان حاسس انها قريبه قوي. المره دي كانت قريبه قوي، كانت في المتناول، لكن زي ما بقول لكم في اخطاء في الجيم، تفاصيل صغيره خلص بيها فلومينينزي، ده رقم واحد. وفي الخطأ الأكبر اللي النادي الأهلي بيدفع ثمنه لحد النهاردة، وتحديدا النهاردة، هو عدم وجود مهاجم صح تقدر تعتمد عليه في مثل هذه المباريات، وبالتالي خسرت وهتلعب على المركز الثالث. ان شاء الله الاهلي يقدر يتفوق وياخد الميداليه البرونزيه ويحافظ عليها، وهي برضو انجاز في حد ذاته لازم ما نغفلوش ابدا.
قولوا لي من وجهة نظركم ايه سبب خسارة النادي الاهلي النهارده وعدم التأهل للمباراة النهائية. هستنى اراءكم في التعليقات واشوفكم على خير.